واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. هذه فائدة حقيقة ثمينة جدا، فائدة ثمينة للغاية. الشيخ يقول حياتك تبع لأفكارك، يعني انظر إلى الواردات التي ترد إلى القلب، فحياتك جميلة طيبة حسنة إذا كانت الواردات التي تستجلبها لقلبك واردات طيبة جميلة، وتكون أيضا العكس حياة سيئة نكدة مؤلمة ضيقة إلى آخره، أيضا بحسب الواردات بحسب الأفكار. إذا من الخير للإنسان ألا يستجلب لقلبه إلا الأفكار الحسنة الطيبة، والأفكار السيئة إذا هجمت على قلبه يدفعها بسرعة لا يبقيها في نفسه. نعم.